أنا إسماعيل ياسين. اسمي بالكامل إسماعيل ياسين إسماعيل علي نخلة. والدي كان صائغ ثري في شارع عباس في السويس. والدتي توفت وأنا في سن صغير. اتعلمت في الكتاب، بعدها دخلت المدرسة الابتدائي لحد السنة الرابعة. بعدها بفترة شركة مجوهرات والدي فلست بسبب سوء الإدارة واتراكمت عليه الديون واتسجن، وبقيت لوحدي وحياتي كلها مشاكل مع مرات أبويا. سبتها وعشت مع جدتي الأمي اللي كان طبعها قاسي جدا، وكانت بتعيشني على وجبة واحدة في اليوم. وعشان أعرف أعيش اشتغلت منادي في محل قماش، ومع الوقت الدنيا ضاقت بيا. ولما وصلت ل17 سنة أخدت من جدتي 6 جنيه وهربت على مصر عشان أقدر أجري ورا حلمي، وهو إن أبقى مغني. من فرحتي بالفلوس ضيعتها في أيام بسيطة، لأن عمري ما كان معايا مبلغ زي ده، وكنت بلف طول النهار والليل على رجلي لأني ماليش حد في القاهرة. فكنت بنام في السيدة زينب، لكن الإمام كان بيزقني برجليه ويطردني بره الجامع. وفضلت ألف تاني لحد ما لقيت جامع زحمة استخبيت ورا بابه، ومن التعب نمت. لحد ما صحوني عشان يطردوني، لكن شيخ الجامع كان طيب وسمع حكايتي، خدني على بيته وغسل لي هدومي واداني 35 قرش عشان أرجع السويس. لما رجعت لقيت والدي قاعد في محل صغير على ترابيزة في الشارع وبيشتغل بإيده عشان خاطري. وفضلت فترة في السويس، لكن برضه ما قدرتش استحمل وقررت ارجع تاني مصر. وده كان مع بداية الثلاثينات عشان ادور على فرصة كمطرب، لكن القدر كان ليه رأي تاني. فبدأت اشتغل صبي مع الأسطى نوسة، ودي كانت اشهر راقصات الافراح الشعبية في الوقت ده. لكن الفلوس اللي كنت باخدها ما كفتش اي حاجة، فسبتها واشتغلت في مكتب محامي بالليل عشان اعرف اعيش. في الفترة دي اتعرفت على صديق عمري المؤلف الكوميدي أبو السعود الإبياري، فنصحني أروح لبديعة مصابني، واشتغلت معاها في الفرقة بقدم مونولوجات. فضلت أقدم مونولوجات مع بديعة وفي الإذاعة، وكنت باخد 4 جنيه على كل مونولوج، وده كان من سنة 1935 ل 1939. وفي السنة دي كانت بداية دخولي مجال التمثيل بفيلم خلف الحبايب، لما اختارني للدور المخرج فؤاد الجزائري. وكملت في المونولوج مع السينما ل6 سنين كمان، بعدها لحد ما وصلت ل40 جنيه في الليلة، ووقفت مونولوج بعدها وتفرغت للسينما. وكنت بقدم من 6 ل 16 فيلم في السنة، وعشان ألحق التصوير أحيانا كنت بغير هدومي في العربية، لحد ما مجموع الأفلام اللي قدمتها في حياتي بقوا 166 فيلم، منهم 17 فيلم باسمي. وفي سنة 1954 أسست فرقة المسرح الخاصة بيا، وكان معايا صديق عمري أبو السعود الإبياري. ومن وقتها والفرقة بقت أشهر فرقة مسرحية في الوقت ده، والأعلى مرتبات للممثلين ب5 أضعاف اللي كانوا بياخدوه في فرق تانية زي فرقة الريحاني. ولأن مفيش حاجة بتفضل على حالها، ابتدى الانهيار واحدة واحدة، وبدأ نجوم جديدة يظهروا وشكل جديد للكوميديا، وعدد أفلامي بدأ يقل من 16 فيلم في السنة لفيلم واحد في السنة. فقررت أسافر لبنان زي ما كل زمايلي عملوا، وهناك برضو ما لقيتش شغل كتير إلا أدوار هامشية صغيرة في أفلام زي كرم الهوى وعصابة النساء. وفيلم طريق الخطايا بطل الفيلم ضربني بالقلم، ودي كانت أكبر إهانة ليا وأنا في السن ده. صعبت عليا نفسي، لكن كنت عملت فلوس كويسة، فقررت أرجع مصر في أوائل السبعينات. والمفاجأة اللي كانت مستنياني هي الضرايب، واللي قدرت عليا مبلغ كبير جدا، كان تقريبا هو كل اللي معايا. فقررت أبيع العمارة بتاعتي. وبعد ما دفعت الضرايب ما بقاش فاضل لي كتير، وما كنتش في صحة تساعدني على الشغل بسبب مرض النقرس اللي بسببه ما كنتش استحمل الوقوف على المسرح. الديون بدأت تتراكم عليا، وغصب عني رجعت للمونولوج في الملاهي الليلية تاني، اللي برضه ما بقاش مطلوب قوي لأنه نجومه بقت أجدد مني. وفي عز حزني اتفاجئت بموت صديقي فطين عبد الوهاب في يوم 24 مايو سنة 1972. كنت في بيتي ونفسي راحت للآيس كريم، فطلبته من ابني الوحيد ياسين، ودخلت ارتاح شوية على سريري. والساعة 12 بعد نص الليل حسيت بتعب بسيط ونفسي كان ضيق، فطلبت من مراتي وابني إن أقعد شوية قصاد البيت. وبعد ما قعدت شوية التعب زاد عليا، وفجأة قلبي وقف ووقعت قصاد بيتي عشان تنتهي قصة إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.